كانت مدرسة واشتغلت في الشرطة فترة، وجوزها حرمها من أولادها واتبنت طفلة، والأغرب إن معدتها اتسرقت ومش عارفين عايشة ازاي. أسرار كتير اتكشفت عن الإعلامية بسمة وهبة مؤخرا خلت الكل يضرب كف على كف من اللي بيسمعوا. ما هي اللي مرت بيه مش سهل ومحدش يتحمله. بس لو عاوز تعرف ايه اللي حصل لها ومين الفنانة اللي ساعدتها إنها تتحجب، يبقى تابعنا لآخر الفيديو ده وأنا هقولك كل التفاصيل. الإعلامية بسمة وهبة من الإعلاميين اللي دايما بيثيروا جدل، وده حصل فعلا خلال شهر رمضان لما بسمة كانت ترند طول الشهر تقريبا بسبب برنامجها العرافة والتصريحات اللي بتطلع في البرنامج من النجوم والفنانين اللي بتستضيفهم. بس انت تعرف أصلا إن بسمة وهبة دي ما كانتش إعلامية، كانت شغالة في مهنة بعيدة تماما عن الإعلام والأضواء، وده حسب تصريحاتها من فترة لما قالت كنت لسه في أول جوازي وبشتغل مدرسة تربية فنية في مدرسة ابتدائي بس من غير ما تثبت، وده لأن دراستها أصلا كانت كلية تربية نوعية بالمنصورة واتخرجت منها بتقدير تراكمي جيد جدا. لكن بعد زواجها انتقلت علشان تعيش في القاهرة، عشان كده بقت تسعى لوظيفة حكومية. بس جوزها في الأول ما كانش موافق لحد ما شجعها وقدرت تلاقي وظيفة في الشرطة. أيوة، بسمة وهبة كانت شغالة في الشرطة، وأول رتبة حصلت عليها هي جندي درجة أولى، بس ده بعد اختبارات ودورات استمرت سنة كاملة. دي كمان أخدت الدكتوراه في موضوع الأساليب الفنية لكشف تزوير وتزييف الأعمال النحتية، وده خلى وزير الداخلية بنفسه يكرمها. لحد ما بقى مرت عليها السنين واشتغلت في الإعلام، وبدأت مسيرتها ببرنامج ديني بعد ما اتحجبت على إيد الفنانة المعتزلة هناء ثروت. وساعتها كانت بتشجع الفنانات إنهم يتحجبوا، واللي تتحجب كانت بتقدم لها مساعدات مادية وغيره. لكن بعد شوية بسمة اختفت وظهرت من جديد في برنامج فني بعد ما قلعت الحجاب وبقت بتستضيف النجوم، وكان اسمه اللعب مع الكبار. بس ساعتها كانت اتطلقت وجوزها أخد منها أولادها، لكن اتجوزت مرة تانية. وبعد فترة بسمة مرت بأزمة تعتبر من أخطر الأزمات اللي تعرضت لها لما جالها المرض الخبيث واضطرت تعمل عملية استئصال، بس جوزها وقف جنبها لحد ما تم شفاها. بس لسه أزمات بسمة ما وقفتش لحد هنا، دي تعرضت للإجهاض بعد جوازها التاني، وده لما جوزها الأولاني منع عنها أولادها، وبسبب حرمانها منهم اضطرت إنها تتبنى طفلة من دار أيتام. بس كل ده بقى كوم، ولما جالها مرض نادر في المعدة كوم تاني، لأن ساعتها هي عملت عملية كبيرة، وأثناء العملية الممرضة صرخت وقالت لها هي معدتك فين؟ هي كانت فاكرة إن ده تهيؤات. بس لما جوزها سمع الكلام ده سأل الممرضة هي عايشة إزاي من غير معدة، لحد ما شرحت له إن الدكتور الأمريكي اللي عمل لها العملية بتاعة الاستئصال استأصل جزء كبير من معدتها، وده سبب نحافتها اللي ظهرت بيها مؤخرا. لحد دلوقتي معدتها فيها مشاكل وبتعمل فيها عملية كل شهرين. وعلى فكرة بجانب شغل بسمة في الإعلام فهي كمان عندها بيزنس خاص وبتستثمر فلوسها، وعندها دلوقتي كافيه كبير في المهندسين اسمه بلكونة. دلوقتي قول لنا رأيك إيه في برنامج بسمة وهبة الجديد.